السلام عليكم متابعي قناة جيو سبور. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن انضمام ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل، رغم وجود منافسة من جانب نادي برشلونة في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، وذلك بعد رفضه التجديد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن وزارة الرياضة السعودية تثق في إتمام صفقة ليونيل ميسي بداية من الموسم المقبل، وهناك رغبة قوية خلال الفترة الحالية في إتمام الصفقة والوصول إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني من أجل زيادة الإيرادات في دوري روشن للمحترفين. وذكرت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية ترغب في إعادة التنافس من جديد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال الأعوام المقبلة، خاصة بعد نجاح نادي النصر في ضم النجم البرتغالي من نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 4 أسماء قوية لعتاب الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد، إضافة إلى ناتشو هرنانديز وجوردي ألبا وأخيرا سيرجيو بوسكيتس، حيث ترغب وزارة الرياضة السعودية في زيادة المنافسة على لقب المسابقة خلال الأعوام القادمة.